هذا زي واحد مرة من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق، كلمة كذا في مسجد نصف ساعة تقريبا. لما طلعت وتوجهت إلى سيارتي فإذا في شاب قاعد ينتظرني عند السيارة، شاب أقل ما يقال فيه إنه شين، ليس جميلا أبدا، هذا إذا بغيت تمدحه. فينتظرني عند السيارة، إذا رأيت وجهه تقول هذا متعاطي مخدرات هذا. فأول ما رآني قال يا شيخ محمد وينك أنت؟ قلت موجود طال عمرك، وش تبي بس أعصابك علينا ومدح أعصابك؟ قال أنا قاعد أنتظرك من الصبح. قلت في نفسي يعني ما صليت معنا، أنا توني طالع. طيب تفضل وش عندك؟ قال بصراحة أنا قررت إني أتوب. أنا أنظر في الوجه، قلت أكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب، شكله يوحي بذلك يعني. قلت تتوب من إيش؟ قال أتوب من مغازلة البنات. قلت في نفسي والله أنت لو ترقم عنس ما اتصلت عليك عشان تقول لي والله جد مغازلة بنات، يعني ما في أي قرينة تؤيد إن لو قال أتوب من تعاطي. طبعا أنا صعب أني أقول له إنك أنت أصلا ما تصلح، بس قلت لكل ساقطة لاقطة يمكن إنها في واحدة من غشة فيه. فقلت له والله المفروض تتوب فعلا، المفروض أنت خطر على الملا، المفروض تتوب جزاك الله خير كذا، لازم تتوب تثبت على التوبة. قال لي بس يا شيخ محمد في شيء يمنعني من التوبة. يمنعني من التوبة؟ ايش اللي يمنعك من التوبة؟ قال يا أخي إذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني. اي والله يا جماعة والله رحمته، بغيت أصيح ذاك اليوم مسكين يعني. بس ممكن ترى أن يكون هذا واقع